ازيكم عاملين ايه ويا رب دايما تكونوا في احسن حال. كالعادة كل ما بيحصل تعديل في قانون الضرائب في جمهورية مصر العربية بنبعت او بننزل فيديو بنتكلم فيه على التعديلات اللي حصلت وبنشرح مثال كمان على التعديلات دي عشان نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. النهاردة هنتكلم مع بعض على آخر تعديل حصل في قانون الضرائب في جمهورية مصر العربية واللي صدر في 21 فبراير 2024، قانون رقم 7 لسنة 24، واللي تم فيه تعديل الضرايب من أول الشريحة الأولانية لحد الشريحة الأخرانية. وهنتكلم مع بعض على اللي حصل ده، الجدول بتاع التعديلات. طبعا عشان الموضوع ممكن يبقى معقد وشوية أرقام كتيرة ممكن تتوهنا، فهنشرح الموضوع ده بشكل مبسط، بس حبيت أوريكم الأول الريفرنس اللي احنا بنتكلم منه أو المرجع اللي بنتكلم منه. والإعفاء الشخصي بقى 2000 جنيه، وكمان قال إن القانون ده هيطبق من الشهر التالي، يعني من أول شهر 3 هيتعدل الضرايب. تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي حصل في التعديلات على الباوربوينت عشان نشوف أمثلة عليها. خلينا نراجع مع بعض تاني ونقول إن معادلة الضريبة بتبقى عبارة عن إن إحنا عايزين نوصل للوعاء الضريبي أو التاكس بول، واللي هو بيساوي الدخل السنوي الخاضع للضريبة. أي حاجة دخل الموظف خاضع للضريبة نضربها في 12 عشان نحولها لسنوي، ونطرح منها الإعفاء الشخصي اللي اتعدل بالقانون اللي إحنا لسه قايلينه من شوية، ونطرح منهم حصة الموظف السنوية في التأمينات. اتكلمنا ان احنا بنحسب الحسبة بشكل سنوي، واتكلمنا ان احنا بنحسب الاعفاء الشخصي بتاع الموظف دلوقتي بقى 20,000 جنيه. ولو عندنا حد من ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما القانون رقم 20 قال، يبقى الإعفاء بتاعه زيادة 50%، فيبقى الإعفاء بتاعه 30,000 بدل 20. وعندنا 6 حالات لحساب الضرايب، هنتكلم على الحالة الأولانية الأول وناخد عليها مثال وبعد كده نبص على الباقيين. التعديل اللي حصل في قانون الضرائب إن بقت الحالة الأولانية اللي فيها الموظف وعاءه الضريبي السنوي لم يتجاوز 600,000 جنيه، بقت أولها الشريحة الأولى بقت 40,000 جنيه عليهم ضريبة 0%. يعني إيه 40,000 جنيه عليهم ضريبة 0%؟ يعني الشريحة الأولانية أو أول 40,000 جنيه من الوعاء الضريبي اللي سيادتك هتطلعه بعد ما تجيب الدخل السنوي الخاضع، تطرح منه الإعفاء ال20,000، تطرح منه التأمينات بتاعت السنة في 12، الرقم اللي هيطلع ده أول 40,000 منه غير خاضعين لضريبة أو ضريبتهم 0%. بعديها الشريحة التانية بقت من بعد ال40,000 لحد ال55,000، يعني 15,000 جنيه عليها 10%. والشريحة اللي بعدها بقت من بعد ال55,000 لحد 70,000، يعني برضه 15,000 جنيه عليها 15%. والشريحة اللي بعدها بقت من بعد 70,000 لحد 200,000، يعني 130,000 جنيه عليهم 20%. واللي بعديها بقت من بعد 200,000 لحد 400,000 عليها 22.5%، يعني معانا 200,000 جنيه. وأي حاجة اتبقت في الوعاء أكتر من 400,000 هناخد منهم 25%. الكيس التانية أو الحالة التانية اللي هي فيها الوعاء الضريبي من بعد 600,000 لحد 700,000 بقت كالتالي: أول 55,000 عليهم 10%، تاني 15,000 اللي هي الفرق ما بين 70,000 ناقص 55,000 بتاعت الشريحة عليهم 15%، من بعد 70 لحد 200,000 يعني 130,000 دول عليهم 20%، ومن بعد 200,000 لحد 400 عليهم 22.5%، وأي حاجة فاضلة هناخد منها 25%. وده في الوعاء الحالة اللي فيها من بعد 600 لحد 700,000. الكيس التالتة أو الحالة التالتة في حساب الضرايب، لو الوعاء الضريبي بتاع الموظف عدى 700,000 ولحد 800,000، أول 70,000 عليهم 15%، من 70 ل200,000 عليهم 20%، من 200 ل400 عليهم 22.5%، وأي حاجة بعد كده عليها 25%. ولو لاحظت إن اللي حصل في الحالة التانية والحالة التالتة إن كل شوية بيضم شريحة من اللي حصلت في الحالة الأولى. الحالة الرابعة هي الوعاء الضريبي اللي معدي 800,000 ولحد 900,000، 3 شرايح فقط. أول 200,000 في 20%، من بعد 200,000 لحد 400,000 عليهم 22.5%، وأي حاجة بعد كده عليها 25%. وبرضه لو لاحظت هتلاقي إن كل ما الوعاء بيزيد كل ما الضرايب على المواطن أو الخاضع للضريبة بتزيد. الحالة الخامسة واللي فيها الوعاء الضريبي من بعد 900,000 لحد 1,200,000، أو 400,000 عليهم 22.5%، وأي مبلغ فاضل عليه 25%. الحالة الأخيرة ودي اللي يعني بتبقى قليلة شوية، بس لو الوعاء الضريبي أكبر من 1,200,000 بناخد أول 1,200,000 بنضربهم في 25%، وأي حاجة فوق 1,200,000 عليها 27.5%. هناخد مثال دلوقتي على الحالة الأولانية اللي حصل فيها التعديلات ونشوف الحل هيبقى عامل إزاي. موظف مرتبه الإجمالي وليكن
15,000 جنيه. الموظف أبو 15,000 جنيه أو اللي بيقبض 15,000 جنيه مطلوب مني أعرف حساب صافي الدخل. عشان نعمل ده احنا قلنا لازم نجيب الوعاء الضريبي. طب الوعاء الضريبي بيساوي ايه؟ الدخل السنوي الخاضع للضريبة. هو داخل له 15,000 هنضربهم في 12 ونطرح منهم 20,000 وما تنساش إن احنا عدلنا بدل ال15 بقت 20 ونطرح منهم التأمينات بتاعته في 12. تعالوا نحسب التأمينات على جنب كده ونقول أبو 15,000 جنيه يؤمن عليه بكام؟ يتأمن عليه بالحد الأقصى ألا وهو 12,600. يبقى 12,600 في 11% هيساوي 1,386. دي حصة الموظف في الشهر. هناخد الرقم ده 1,386 ونضربه في 12 ونشوف الوعاء الضريبي اللي هيطلع معانا هيبقى كام. 143,368 جنيه. لما نيجي نشرح زي ما اتفقنا واتعلمنا زمان وبنشوف التعديل دلوقتي، بنشوف الشريحة الأولى من 0 حتى 40,000 جنيه من الوعاء الضريبي. الوعاء الضريبي اللي معايا كام؟ 143,000 أكتر من ال40 اللي تقدر تشيلهم الشريحة، فهنحط ال40,000 ونضربهم في 0% يديني 0 جنيه. الشريحة التانية من بعد ما خلصنا الشريحة الأولى من بعد 40,000 حتى 55,000 من الباقي من الوعاء، مش من الوعاء مباشرة، من باقي من الوعاء. الوعاء كان 143,000 خدنا منه 40,000 يبقى 103,368 نخش بيهم الشريحة التانية. متقدرش تشيل المبلغ اللي معايا كله لأنها أصلا بتشيل 15,000 بس. عرفت منين؟ طرحت النهاية 55 ناقص البداية 40 هيبقى لي 15,000. هحطهم زي ما هما وأقول في 10% بتساوي 1,500 جنيه. خش الشريحة التالتة. الشريحة التالتة من بعد 55,000 حتى 70,000 من الباقي من الوعاء. لما نشرح الوعاء نفسه. طيب 143,000 خدنا منهم 40 بعد كده خدنا 15 فاللي بقى معانا تقريبا حاجة و90,000 أو حاجة و80,000. حاجة و80,000 أكتر من استيعاب الشريحة التالتة اللي بتشيل 15,000. وعرفت منين؟ طرحت 70,000 ناقص 55,000 اداني إن هي تقدر تشيل 15,000. هنضربهم في 15% تديني 2,250 جنيه. الشريحة الرابعة. الشريحة الرابعة من بعد شاطر 70,000 جنيه زي ما سمعت كده منكم حتى كام؟ 200,000. أنا عارف إنك لسه محفظتهاش بس مش مشكلة هنحفظهم مع بعض. من الباقي من الوعاء. طيب أنا كان معايا 143,368 خدت منهم 40 في 15 في 15 يعني خدت منهم 70,000. 70,000 ناقص الرقم اللي معايا ده يبقى لي كام؟ يبقى لنا نحسبها سوا 73,368 يبقى 73,368 اللي باقيين. طب ليه حطيتهم كلهم في الشريحة دي؟ عشان المبلغ اللي معايا هو أقل من استيعاب الشريحة اللي هو 130,000 جنيه. وهتسألني عرفت منين؟ عارف إنك هتجاوب معايا من 200 لحد 70,000. آسف من 70 لحد 200,000 دول 130 وأنا معايا 73 بس. كل اللي معايا خلص معيش فلوس تاني. أو كده المسألة في التشريح انتهت. هنضربها في 20% هيدينا 14,673.60 جنيه. بعد كده نجيب الضريبة السنوية اللي هنعمل فيها ايه؟ هناخد ال 1500 مش هنجمع في الصفر بقى عشان احنا ايه كبرنا على الحاجات دي وال250 وال 14,673.6 ونجمعهم مع بعض ونشوف الرقم ده هيعمل كام. هيعمل 18,423.60 ودي ضريبة السنة. واحنا اتفقنا ان احنا مش بنقسم بالسنة يبقى هنجيب الضريبة الشهرية. تطلع 1,8,423.6 نقسمهم على 12 بتساوي نقسم على 12 مع بعض هتديني 1,535 جنيه و30 قرش ودي هتبقى ضريبته الشهرية. يبقى نقول الصافي المطلوب أصلا صافي الدخل بيساوي
ال15,000 اللي داخلين له ناقص ال1368 حسيته في التأمينات ناقص الضرايب اللي احنا لسه مطلعينها، يطلع لي الراجل ده هيصفي كام معايا. تعالوا نحسبها سوا. يطلع لي 12,078.7 جنيه. يعني بالتعديلات اللي حصلت هتلاقي ان الموظف دلوقتي بيدفع الرقم ده. طب تيجي نقارن ما بين الجديد والقديم عشان نشوف الموظف استفاد ولا ما استفادش من التعديلات دي. تعال نقارن ونحسب المعادلة بالشكل القديم. الشكل القديم اهو عشان محدش يتلخبط، احنا بنحسب القديم عشان نعرف نقارن. القديم كان الوعاء بيساوي نفس الحسبة. تعالوا ناخدها من فوق بدل ما نكتبها تاني، كوبي اهي، والتشريح هناخده برضو من هنا، أو تعالوا نكتبه تاني مفيش مشكلة. الأولى كانت كام؟ ها مين فاكر؟ من 0 حتى 30,000. استنى، صح برافو عليك، الإعفاء كان 15,000 جنيه بس، صح. يبقى هنزود على الرقم ده 5000 يبقى 148,368. من 0 حتى 30,000 من الوعاء ده غير خاضع، يبقى 30,000 في 0% بتساوي 0. تانية من بعد 30,000 حتى 45,000 من الباقي بيساوي 15,000 في 10% بتساوي 1500. تالتة من بعد 45,000 حتى 60,000 من الباقي من الوعاء اللي هي برضه 15,000 في 15% بتساوي 2250. الرابعة من بعد 60,000 حتى 200,000 من الباقي بيساوي، احنا كان معانا 148,368 148,368 نطرح منهم، احنا خدنا لغاية دلوقتي 60,000، يبقى معايا 88,368 هضربهم في 20% بتساوي 1,767,3.6. 1500 زائد 2250 زائد 1,767,3.6، كل ده هيساوي 21,423.6. نجيب الشهرية، نقسم الرقم ده على 12، 1785.3. يبقى صافي الدخل بتاع الموظف 15,000 ناقص 1,386 ناقص 1,785.30 بتساوي 11,828.7 جنيه. يبقى بالتعديلات الجديدة هيتبقى له 12,078 جنيه، بالقديمة 11,828. يعني كده الفرق بنتكلم في كام؟ تعالوا نحسبها كده مع بعض. 12,078.7 ناقص 11,828.7 بتساوي 12,078.7. الحمد لله والشكر لله وفرنا 250 جنيه. ده بكل بساطة اللي حصل في التعديلات بتاعة الضرايب الفترة اللي فاتت، شهر 2 اللي احنا فيه 2/20/24، وده اللي هنستمر عليه إلى أن يحدث جديد. والله أعلم هيحدث جديد إمتى، لأن احنا لسه معدلين الضرايب دي في شهر 10/20/23، فأتمنى معرفش إيه اللي ممكن يحصل. بس عموما ده الشرح بتاع التعديلات الجديدة. لو شايف انك استفدت من الفيديو وعايز غيرك يستفيد اعمل له شير او اعمل منشن لحد من زمايلك، ولو عندك اي استفسارات اكتب لنا في الكومنتات واحنا هنساعدك ان شاء الله نشرح لك اكتر. ولو عايز معادلة الضريبة الجديدة اكتب لنا الميل بتاعك في الكومنتس تحت واحنا هنبعتها لك بشيت الاكسل جاهز. شكرا جزيلا واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.